انا قررت اصور معاكم سلسله من الفيديوهات، وهي ان احنا مع بعض هنتعلم انجليزي. عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالنا كتير قوي ما اتكلمناش، فحابه النهارده نقعد ونتكلم وكل الكلام ده. اوكي، اول حاجه احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ازاي هتثقي في نفسك وازاي تبداي تقوي شويه شويه في شخصيتك. اوكي، دلوقتي بقى هنتكلم في ازاي انتي تقولي لا، وازاي انتي اللي تسيبي مش انتي اللي تتسابي. يعني ايه؟ من واقع كلامكم كله هو ان انتوا 3/4 ما بيرضاش يسيب عشان بيخاف انه يبقى لوحده، وبيخاف يقول لا حاجات مش عاجباه عشان خايف يبقى لوحده. بصوا يا جماعه، انا هتكلم معاكم بكل صراحه، انتوا اخواتي وحبايبي، وانا والله العظيم بحبكم جدا. تمام؟ انا اكتر حد وحيد في الدنيا، وما عنديش صحاب غير هي صاحبه، الباقي كلهم زمايل. اوكي، كان عندي صحاب وكنت بحبهم جدا، حصل ما بينا تاتش كده، هما صدقوا حد غريب عليا وسيبنا بعض. للعلم كانت اكتر صداقة توكسيك انا كنت فيها في حياتي. واحدة منهم، عارفين انتوا البنات اللي هم I'm just a girl جدا، هي I'm just a girl جدا. فكانت مش وراها اي حاجة غير ان هي قد ايه انا شكلي وحش، وقد ايه انا لوني وحش، وقد ايه انا زي الرجالة، وقد ايه وقد ايه وقد ايه وقد ايه هي البنت الرقيقة اللي مفيش منها اتنين. الكلام ده كان بيطلع منها هي. كنت بعدي عشان كنت بقول لا انا بحبها ومش عارفة ايه، لغاية ما حصل وقفة وبعدت فيها. بعدت فيها عشان سوء التفاهم اللي حصل، وبعدت فيها عشان كل كلمة اتقالت في حقي، وانا كنت بسكت بحتة اللي هو احنا صحاب، هي اكيد ما تقصدش، هي اكيد ما تقصدش، هي اكيد ما تقصدش. بس الفكرة ان انا اكتشفت ان كل واحد مسؤول عن افعاله، وكل كلمة اتقالت في حقك او في حقك من شلة الصحاب اللي انت شايف ان انت مش هتعمل غيرهم هي كانت مقصودة. لو ما كانتش مقصودة كان الشخص ده حسه واعتذر له، انما هي كانت مقصودة. بصوا يا جماعة، لو انت ما تعلمتيش تقولي لا على الحاجات اللي مش عاجباكي من صحابك، انت هيتداس على وشك رايح جاي من صحابك ومن الدنيا، لان كل الناس هتستغل ده. انا لما كنت بتكسف اقول لا بدون ذكر اسماء، في ناس في حياتي كانت بتستلف مني فلوس وما كانتش بترجعها، وفي ناس برضه في حياتي كانت بتطلب مني طلبات تعجيزيه وكنت بعملها لمجرد ان انا مش عارفه اقول لا. فهنتعلم بقى دلوقتي ازاي هتقولي لا. انتي هنقول الاول ايه الاسباب اللي بتخليكي ما بتعرفيش تقولي لا. هو انك بتخافي تبقي لوحدك، بتخافي ان الشخص ده يزعل منك، بتخافي الشخص ده يسيبك. اول حاجه قولي لا، حتى لو الشخص ده يسيبك، حتى لو هتبقي لوحدك، حتى لو الشخص ده يزعل منك. باختصار شديد جدا، حرفيا مفيش اوضح من كده. مفيش ستيبس او خطوات اقولك امشي عليها وانتي هتوصلي لكده، لا. انا شايفه من وجهه نظري ان انتي قولي لا وسيبيها تخرج. حرفيا انا بقى يعني عندي لا مبالاه رهيبه لاي حاجه دلوقتي بقيت بعملها. بقول ايه اقصى حاجه وحشه ممكن تحصل؟ الشخص ده هيمشي، تكير خد الباب وراك وانت ماشي بس. ف بالنسبه دي لحته لا، حته بقى ان انت يبقى ليكي حضورك. اول حاجه انت مينفعش تخشي مكان تبقي عامله كده، او اللي هو كشف. لا، افردي نفسك. يعني ده اوفر سايز زياده عن اللزوم، حاسه ان انا لابسه تيشيرت اخويا مع انه تيشيرت يعني. ما علينا. افردي نفسك، ارفعي راسك. انا لما كنت ببقى ماشيه باصه في التليفون او باصه في الارض عشان انا شخص انطوائي وعندي رهاب اجتماعي وبخاف ابص في عين الناس وكل الكلام ده، كان بيتقال لي هو انت عندك توحد، هو انت مريضه نفسيا، هو انت طيب فيكي حاجه. اقسم كانت بتقال لي كده من ناس ما اعرفهاش، كمان كانوا بيوقفوني في الكليه يسالوني. انا لما بقيت بفرد ظهري بقى كله بيبص لي ويبتسم. بس مش بقول ان انا البنت اللي هو مفيش مني اتنين، لا خالص. الفكره ان النظره اللي انت هتشوفي بيها نفسك زي ما قلنا في الفيديو اللي فات الناس هتشوفك بيها. فانتي دلوقتي عاجبك شكلك ومبسوطه بيه، وبس انتي عندك رهاب اجتماعي وبتخافي تبصي للناس وبتخافي تمشي وانتي مبتعمليش حاجه. الناس هتشوفك جبانه وهتلاحظ ده، ما تفكريش الناس مش ملاحظه، لا هتلاحظ. انما في اللحظه اللي انتي حاسه انه عادي ما يشوفوني زي ما مش فارقه، امشي زي ما انا بعمل اللي انا عايزاه، هما مين الناس دي؟ مش عايزاكي تبقي بجحة، بس عايزاكي تبقي عارفه ان انتي طول ما انتي مش عامله حاجه غلط انتي تمام. بس دوسي في الدنيا براحتك.
مش عارفه بصراحه كم حد هيشوف الفيديو ده. نفسي ابص كده على يوتيوب الاقي فيديو ليا فايرال. يا جماعه، عارفين احساس ان انتوا آه بتعملوا كل حاجه عشان توصلوا لحاجه معينه وبرضه لسه مش بتوصلوا لها؟ رغم ان أنا الاحساس ده كان بيحبطني جدا، وكنت بحس اللي هو انا ليه ما بوصلش، هو انا فاشله. ولكن في بداية هذه السنة قررت انه الاستمرارية والالتزام اهم مليون مرة من ان انا اشوف نتائج، وانا واثقة في ربنا ان الفيجن بورد كلها هتتحقق السنة دي. عارفة الموضوع ده بره سياق الفيديو. والله يا جماعة انا ما بعرفش اكتب سكريبتات، انا الكلام اللي بيطلع من قلبي بقوله على طول. آه كل اللي انا طالباه منك وطالباه منك يا عزيزي المشاهد ويا صديقتي الصغيرة، خلي ليكي حضورك. ما تخليش واحدة ملهاش اي 30 لازمة تقل منك عشان انتي جبانة. فوقي من نفسك، فوقي من نفسك عشان ما تفوقيش بعد كده بعد فوات الاوان. انا جايلك من المستقبل وبقولك فوقي من نفسك بدري. انا ما فوقتش غير وانا في تانية جامعة الترم التاني. ما قبل ذلك انا كنت بتسحل في حوارات زبالة من ناس ازبل. اوكي، ف فوقي لنفسك، ما تستنيش السوبر هيرو بتاعك يجي يقولك قد ايه انت شخص جميل ومفيش منك اتنين وقوية وشجاعة. لا، لو ما قلتيش الكلمتين دول لنفسك هيجي عيل مهزأ يثبت لك ان انت عيلة جبانة. بس باختصار، اي صداقة توكسيك انت فيها ابعدي. فيها ايه لما تبقي لوحدك؟ انا دلوقتي معيش غير صاحبة واحدة بس، بعد ما كان عندي 200 صفحة. هي صفحة ايه؟ صاحبة. لما كان عندي 200 صاحبة بقى عندي صاحبة واحدة. اوكي، الباقي دول اقل من زمايل، انما هي الوحيدة اللي بتقدر تشوفني في كل حالاتي. هي بالنسبة لي حياتي اصلا. المهم، آه انك مش هتبقي لوحدك، وحتى لو بقيتي لوحدك ابدأي صاحبي نفسك، ابدأي حبي وجودك مع نفسك، علشان لو انتي كرهتي وجودك مع نفسك هتكرهي وجودك مع الاخرين. هتلاقي نفسك مش عايزه تنزلي، مش عايزه تروحي الجامعه، مش عايزه تيجي، تلاقي نفسك ساكته. يمكن الفيديو ده مش مفيد بنسبه 900%، ولكن لو وصلت لغايه هنا عايزاك تصلي على النبي وتقولي انت محتاج ايه. انا قررت اسوي معاكم سلسله من الفيديوهات، وهي ان احنا مع بعض هنتعلم انجليزي. اوكي، 3/4 عايز يتعلم انجليش، فانا هدور لكم على مكان كويس وموثوق منه ونبدا فيه. وبرضو اغلبنا عايز يعمل فلوس من البيت، برضو هدور، وكل ده هيبقى ينزل معاكم على سلسله فيديوهات، وهيبقى اكتر ريلز على الانستا وفيديوز على تيك توك. انا بحبكم. لو وصلت لغايه هنا ما تنساش ان انت تشترك في القناه، تبعت الفيديو لصاحبك وتصلي على النبي وتعمل لي 4 حرف كومنت. باي.